اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. يا صباح النور والسرور على احلى اخوات متابعين في الدنيا كلها. وحشتونا كتير من اخر فيديو لحد النهارده زي ما انتم شايفين الروشين بتاعنا فين. الروشين بتاعنا في مرسى مطروح. هتقولي مش مطبخك يا ام ادم؟ هقول لكم ايوه، ده المطبخ بتاع شقه مرسى مطروح. فقلنا بقى نجهز الفطار سوا. زي ما انتم شايفين بقى كنا جايبين بطيخه ساقعه كده وجميله من التلاجة. تقولي التلاجة بتزرع بطيخه؟ اقول لكم لا، كنا جايبينها قبلها وغسلناها وحطيناها في التلاجة تسقع شوية كده على ما نجهز الفطار. بس يا حبايب قلبي، وقلنا بقى نجهز الفطار مع بعض، وعملنا الغدا كمان برضو جهزته معاكم. بصوا هنا بقى ابني واقف بيقول لي انا عايز شقة. هو مش بيحب ياكلها غير شقة مكعبات، مش بيحبها مكعبات قوي، فبيحب ياكلها كده شقة، وبياكل من المكعبات برضو. بس هو ده اول ما بيتقطع كده يقول لي ماما انا عايز شقة، فبديله شقة بقى، لا عايز شقة لا عايز اوضة كده يعني. بس يا حبايب قلبي، هنعمل الفطار، هنحمر بطاطس ونسلق بيض. بس بمناسبة البيض بتاعهم هناك جميل جدا جدا بجد والله، يعني مش كلام. البيض بتاعنا هنا تحس ان هو فيه سن الزفارة او بيبقى زفر عموما، يعني هناك البيض مفهوش ريحة الزفارة نهائي. بجد بجد يعني، حتى بنتي ما بتاكلش البيض خالص غير البياض بس. بنتي اكلت البيضة كلها بجد والله، مش ببالغ، بس انا مش عارفه ايه السبب او ايه المعنى، ما ده بيض وده بيض. بس سبحان الله مفيش زفاره خالص خالص في البضايه. حتى لما عملت بيض بسمنه برضو مفيش زفاره. فمش عارفه ده من ايه، سبحان الله تعالى. اللي عارف يا ريت يقول لي، يعني يفيدني معلومه نستفاد بيها، لان انا مش عارفه الصراحه. حتى اما ولادي سالوني قلت لهم مش عارفه، بس هو فعلا مفيهوش زفاره، هم اخدوا بالهم. بس كده يا حبايب قلبي، بصراحه حبينا البيض هناك كده، كنا بنفطر بيه. ادي هو، بصوا شكله زي البيض بتاعنا العادي، بس الريحة لا طبعا. بس كده يا حبايبي، وادي البطاطس هي حمرناها وسلقنا البيض. لقيت بقى وانا نازله في سوق ليبيا، وانا نازله لقيت عند العطاره يعني. جبنا اسمه البلح ده من هناك، البلح بالسمسم والبلح التاني. لقيت بقى الحاجه الحلوه دي دقه الزعتر، رحت جايباها. دي قال لي ما بتتعملش بيها طبيخ، لا هي بتتعمل على الاكل اللي هو جاهز على طول. يعني بطاطس محمره، بيض مسلوق، فول، الحاجات دي كلها. صراحه خلت البيض والبطاطس ليهم طعم مختلف خالص يعني تماما. بس ودي الجبنه طبعا بتاعتي وحبيبتي كنت واخداها معايا طبعا، المش. اخدت كده العلبه الصغيره دي معايا، قلت تنفعنا برضو. سبحان الله هي نفعتنا كتير جدا، يعني كنت بحطها جنب الفطار كل يوم، هما بيحبوها برضو. وفرت علينا بقى ما نشتريش جبن من هناك، قلنا كفايه البيض وكفايه البطاطس والحاجات دي. وهنا البوتاجاز كان اللي هو البوتاجاز الارضي ده، اللي هو اسمه مش عارفه، المسطح 3 عيون زي ما انتوا شايفين. صراحه كان محطوط على الرخامه دي اول ما رحت، بس انا قصيره شويه فالرخامه كانت طويله عليا، فقلت مش هينفع كل شويه افضل اشب كده، وبناتي برضو لما يجوا يعملوا شاي ولا حاجه، فالصراحه كنت خايفه عليا وعليهم. فرحت منزلاه بقى تحت، حطيت ترابيزه الرخامه دي في المطبخ من تحت، وبقت هو ده مطبخي بقى طول الوقت ما احنا قاعدين هنا. بوريكم الفطار اهو، بقول لكم مفيش كلام طبعا، فطار جميل جدا. ندخل بقى على الغدا. طبعا اول ما رحت مسكت المطبخ غسلته غسله تمام ومسحته مسحه حلوه. هو كان نظيف طبعا، بس هو الحوض نفسه لونه اصفر، ما عجبنيش يعني، ما كنتش بحط فيه اي حاجه كده وخلاص. انا قرفانه من شكله الصراحه، بس هو لونه اصفر تقريبا من كتر الشاي. الله يعلم، من اللي كانوا بيقعدوا مش بيغسلوا برضو وراهم على طول من الميه، ممكن الله اعلم. فكنت بحط اغسله غسله حلوه بقى، غسلته غسله حلوه جدا، الحوض عموما بالحنفيات بكله. وبقيت اعمل الاكل بتاعي دي. بس اني احط اكل فيه هو مباشره على طول لا طبعا. بس هنا بقى كنا بنعمل كنا بنعمل مكرونه بالسجق. كنت جايبه سجق بلدي معايا طبعا، واخداه من مصر معايا من القاهره. مصر احنا خرجنا برا مصر، معلش يا جماعه انا مهيسه. كنت واخداه معايا من القاهره يعني، عشان طبعا الحاجات دي مش مضمونه هناك، لان انا معرفش الحلو من الوحش.
فانا الحاجات المجمده كلها باخدها معايا ما عدا الفراخ. يعني اللحمه باخدها معايا، اللحمه المفرومه، البرجل، السجق، الحاجات دي كلها باخدها معايا من هنا. انما الفراخ بجيبها من هناك، واحد متعوده اجيب من عنده كل مره. الصراحه السكينه بتاعته يعني اقدر اقول لكم احسن من هنا عشان ما اكذبش عليكم. سكينته جميله جدا جدا، هو نضيف جدا جدا برضو. فتعودت ان انا اجيب من عنده، حتى لو ما انسى مكانه افضل بقى ايه، نلف بالعربيه احنا وجوزي واقول له ايه المكان اللي انت جبتني فيه المره اللي فاتت، هو عارفه ياخدني يودينا هناك، نجيب الفراخ، نجيب البانيه، نجيب اللي احنا عايزينه. صراحه الاكل بيبقى جميل جدا يعني. وهتشوفوا الفراخ معانا هتبقى عامله ازاي، بس مش في الفيديو ده، في فيديو تاني. بس هنا زي ما انتوا شايفين عملت تسبيكتين، عملت واحده للسجق وعملت واحده للمكرونه. زي ما انتوا شايفين كده اهو. السجق صراحه جميل جدا جدا، بلدي وحلو قوي، عجبني. جبت الكيلو ب180 جنيه. بس ادي السجق كده خلاص اتعمل. ده الغدا كنت عاملاه ناخده معانا بقى المصيف على البلاج يعني، او على الشاطئ ناخده معانا. الفطار فطرنا وخلاص الحمد لله. فكنت بقى بجهز الغدا على طول بعدها، يا دوبك سبتهم ايه يعني، فطرنا وسبتهم يكملوا فطار، وقمت جهزت الغدا علشان على بال هما ما يلبسوا اكون انا ايه قفلت الغدا بتاعنا وناخده معانا. طبعا انتوا عارفين اسعار برضو غالية هنا وهناك، مش هنا بس ولا هناك بس، الاسعار غالية. فمش حابة ان احنا طبعا رايحين نستجم شوية نصيف كده، بس ما يبقاش ضغط من كله بقى. الصراحة بقيت بعمل الغدا في البيت، فطار في البيت كده، ساعات عشاء برضو. لو هو حابب يجيب عشاء من بره ماشي، مش حابب برضو انا بعمل في البيت، وبقى ايه يبقى احسن وافضل. الاكلة اللي احنا جبناها من بره، اللهم صل على سيدنا محمد، اللي هي بتاعت السمك، مصوراها برضو معاكم. بس ادي كده المكرونه خلصناها زي ما انتوا شايفين يا حبايبي. هنغرف بقى الاكل. وهنا عندهم برضو مشكله ان البوتاجاز بتاعهم ده بيهبب، بهدل ايديا وبهدل الدنيا خالص هناك. بس ادي خلصنا المكرونه زي ما انتوا شايفين. ما تنسوش بقى لايك وشير، فضلا ليس امرا. اللي شاف الفيديو كده ايه اللي ما اشتركش يشترك معانا، واللي مشترك ما ينساش اللايك والشير، فضلا ليس امرا، عشان يوصل له كل جديد معانا. بس يا حبايب قلبي لسه مهيسه طبعا. يعني الموضوع شويه بقى، بنيجي من الميه مش قادرين بقى خالص، مكسرين وكده. بس برضو لازم ايه اوريكم الدنيا فيها ايه، وانتوا عارفين ما بخبيش حاجه عليكم. ولسه ايه اوريكم الفيديو برضو بتاع الشقه، افرجكم عليها كلها. هنا بقى ايه، انا قلت عايزه ليا انا طبق ايه مكرونه بالسجق كده على بعضيه. بصوا عامل ازاي، خفت اعمله كله كده لما حدش يحبه. اقدر اقول لكم كله ساب الاطباق بتاعته ومسك في الطبق بتاعنا، فاضطريت ان انا اعمل لهم زيه، بس بعد الايه بعد الكاميرا بقى، بعد التصوير يعني. بجد كان طعمه جميل جدا جدا. يعني لو كنت انا ما كنتش اصلا عملت صلصه مكرونه، ما كنتش عملت صلصه مكرونه اصلا، وكنت عملتها بالسجق، وكنت نزلت المكرونه في السجق على طول، كان بقى افضل واحسن. بس يا حبايب قلبي، اتمنى يا رب ان الفيديو يكون عجبكم. انتظروني بقى مشتريات المصيف بقى والحاجات الحلوه بامر